بخوم عامل ايه؟ الحمد ايه لله. الاخبار؟ انا كله زي فل؟ الفل فل. انا مبسوط انك معايا. يا ماجد وانا جدا جدا جدا. ماشي. بص، اللي ما يعرفش بخوم اكتنج كوتش. هو راجل اكاديمي دارس مسرح وتمثيل ولسه مؤخرا كان مع كاست اعلام، مخرج منفذ واكتنج كوتش، وخدوا مركز اول جامعة القاهرة. قول لي تجربتك مع اعلام عشان هي عزيزه عليا بما انها كليتي وده الفريق اللي انا طلعت منه، فانا عايز اسمع منك ايه رايك في كاست اعلام، وان انتوا خدتوا اول جامعه من بعد 24 سنه اخر دفعه. احكي لنا القصه، اخر دفعه كانوا مين عشان الناس تبقى سامعه الاسامي برضه. هو الحقيقه انا اتفاجئت في الاول اصلا لما بعد ما خدنا المركز، لما طلعنا بقى عشان نحط الدرع في الدولاب بتاع كليه اعلام، فلقينا ان فعلا اخر مره كليه اعلام خدت مركز اول في المسرح كان في سنه 98 99 من 24 سنه. كانت دفعه منى زكي ومصطفى شعبان، وكمان خدوها في المهرجان الصغير بتاع الترم الاول اللي هو بقى ساعه الا ربع، عرض ساعه الا ربع كده صغير، وبقى مخرج من الكليه زميلنا، لازم من الكليه مش من بره، والعرض بالظبط نفسه مش كبير، مش مهرجان الكبير. سالنا طب امتى خدوا جايزه في مهرجان الكبير، ما لقيناش اجابه يعني. مفيش يعني هم تقريبا ما خدوش، اما مش عارفين. تلاقي ايام عمرو اديب لما كان لسه بيدرس في الكليه عندنا. هي مش بس فكره كانت مفاجاه، احنا تعبنا يعني. خلينا بس ابتدي معاك من الاول خالص. يعني كان الموضوع ابتدى ازاي. كليه اعلام جامعه القاهره عامه في الاغلب يعني خدت بالي السنين اللي فاتت حتى في المهرجان الكبير ما كانوش بياخدوا مراكز قوي يعني. كان مثلا ممكن ياخدوا مركز 8 السنه اللي فاتت، اعتقد اللي قبلها كان مركز 14 على مثلا. برضو المسابقه من سنه لسنه بتتراوح من 14 15 ل 18 كليه بيقدموا يعني، على حسب مين بيعتذر ومين بيكمل. فالسنه دي لما كليه الاعلام حبت تجيب مخرج، ما كانوش اصلا هيجيبوا مايكل مجدي اللي هو اخرج العرض، مؤلف ومخرج العرض. كانوا عايزين يجيبوا مخرج تاني بغض النظر هو مين، ولكن في الاول وفي الاخر هو لازم الترشيح يكون من الطلبه. وهي دي كانت المشكله اللي بيواجهوها السنين اللي فاتت. يعني انا اصلا كمخرج منفذ وكاكتنج كوتش ليهم، اول حاجات واجهتني معاهم ما كانش مستواهم الفني خالص، ولا يعني هم موهوبين قد ايه، لا كانت كميه التلوث الفني اللي كان هم فيه، كميه الناس اللي جم قبل كده، مع احترامي الكامل ليهم لشخصهم، انا بتكلم من الناحيه الفنيه، قد ايه قالوا لهم فعلا معلومات اللي هو ملاش يعني علاقه بالموضوع، ملاش اي علاقه بالفن بشكل عام. وهنا باجي الحته مهمه قوي بالنسبه لي، مشكله في المهرجانات بتاعت الجامعات وفي كاستات الجامعات. احنا بنختار المخرج او المؤلف، خصوصا المخرج، بناء على ايه؟ لان المخرج هو اللي بيختار معاه فريق العمل، اذا كان مؤلف، اذا كان منفذ، مساعدين، اكتنج كوتش، كوريوجرافر، الفريق كله. فبنختار المخرج بناء على ايه؟ اكتشفت ان هم يعني بكل صراحه بالحب، يعني نعرف مين عمل ايه. هي طول عمرها بتمشي كده، علاقات جدا. اللي احنا بنتضايق منه من الوسط الفني بنعمله احنا جوه الجامعه حرفيا. مش بس كمان علاقات، يعني مين برضو مؤهل يختار. ما احنا مع احترامي الكامل برضو لرعايه الشباب، هم برضو ماشيين علاقات، اللي هو نعرف مين واخرج ايه قبل كده وعمل لنا حاجه قبل كده، فصباح الفل خليه يجي، مش هيطلب طلبات كتيره بالظبط، مش هيعرفنا. شكرا عارفين. ما انا عارف القصه، عارفين يعمل ايه. يا اما حد من الكاست برضو، لا انا عندي واحد بقى صاحبي اعرفه وبتاع، ولكن مثلا هل الشخص ده بيجي يتعمل له انترفيو؟ لا. بيجي نشوفه هل هو مؤهل فنيا ان هو يكون مسؤول عن كاست ولا لا. وده انا لحد النهارده بواجهه معاهم، فكره انه قد ايه جمله او كلمه المخرج لاي ممثل او لاي حد من فريق العمل مهمه وبتاثر. للاسف اكتشفت ان في مخرجين قبل كده خلوا طلبه يبطلوا تمثيل، خلوهم يعني حرفيا ما بقوش واثقين في نفسهم، مقتنعين هم فاشله، ما عرفوش يمثلوا. متخيل الموضوع وصل لايه؟ انا واحد طالب في جامعه وجاي حابب التمثيل، حابب المسرح، وعايز اعمل ده كنشاط، ومش بس كنشاط، كموهبه عندي عايز انميها. وفتره الجامعه انسب فتره، ومسرح الجامعه مفتوح وفرصه حلوه. انت فاضي، ما بتشتغلش، ما عندكش ظروف، ما عندكش بقى ضغوطات، فانت فاضي انك تركز في ده. بالظبط جدا بقى، بالظبط جدا. انا لو هاجي شويه على الدراسه، هقول لك على حاجه صغيره. عارف الافيه في ايه؟ ان انا في اعلام احنا بندرس ماده اسمها ماده مسرح، اللي بيدرسها كان على ايامي دكتور ايمن الشيوي، اللي هو يعني واحد من اهم، اللي ما يعرفش من دكتور ايمن الشيوي اكيد لو اتفرجنا على همام في امستردام، يودا الراجل اليهودي يعني. فالراجل ده انت يا جماعه احنا لو قصدناه وقلنا له تعالى معلش بص كده احنا بننقي ما بين مخرج واثنين وثلاثه وقعد معاهم انترفيو صغير، انت متخيل قامه زي دي ممكن اكيد هيحطك على لاين محترم جدا. دكتور ايمن الشيوي كمان دكتور تمثيل واخراج في معهد فنون مسرحيه، وكمان هو عمل قسم اسمه دراسات المسرحيه والسينمائيه تقريبا في جامعه بدر
ده بقى كليه في جامعه بدر وبرضه دلوقتي مستوى كويس قوي، او حد قامه كبيره حتى على المستوى الفني مش بس كاعمال موجود عندنا يعني بيجي يدرس عندنا ما بنسالوش ليه ما اعرفش يعني لغايه النهارده ما عنديش اجابه على السؤال ده بالظبط. ليه مثلا لما يجي يعني على الاقل بس يعمل انترفيو صغير بس يعرف المخرج ده هو قرا مين، يعرف يعمل اخراج واخدها خبره درس فين، عارف حاجه ورش ولا صباح الفل. بالظبط اقل حاجه. لكن ده للاسف ما بيحصلش، ودي كانت فعلا اكبر مشكله انا لحد دلوقتي متضايق منها قوي. الموضوع مش على مستوى اعلام بس، على مستوى الكليات التانية. مين بيجي يخرج، مين يكون مسؤول في البوزيشن ده او في الحته دي، عشان هو مسؤول هيجيب معاه الناس المسؤوله برضو اللي كلهم كلمتهم بتفرق جدا مع الطالب اللي جاي يتعلم. فبيدي الثقه اوريدي لاي حد بيجي بيشتغل معاه، فبيتاثر جدا بكل كلمه بيقولها. يعني دي اول مشكله واجهتني بصراحه مع كليه اعلام. لان انا في الاول لما مايكل مجدي اصلا صديقي من سنين، وهو انا بشوفه حرفيا مش عشان بس صاحبي، مش عشان بس اشتغلنا سوا، مش عشان بس انا حتى اخر عرض هو عمله كان بطولتي ملهاش علاقه، بالعكس احنا يمكن قربنا من اصحاب اكتر من الحاجات اللي اشتغلنا سوا. بس مايكل من اهم المخرجين الشباب الموجودين دلوقتي على الساحه. واكبر دليل على ده في مؤلف كبير جدا اسمه محمود جمال الديني، طبعا اشهر من العالم وحد يعني هو يعتبر من اهم لو مش اهم مخرج دلوقتي موجود على الساحه. صح. اوكي. وعندك محمد عادل، محمد السوري، اسامي فعلا تقيله قوي. استاذ محمود كان عنده عرض السنه دي بينافس في جامعه القاهره، ورغم ذلك مايكل خد مركز اول تأليف. دي في حد ذاتها حقوق ان محمود ما مستحيل ما ياخدش مركز يعني. بالظبط صعبه بالظبط. هو خد مركز ده من زمان، ده من يعني بص متخرج بقى من 2017 لغايه النهارده. الراجل ده لا ما شاء الله لسه عامل عرض اسمه بيت روز، حاجه في منتهى الشياكه. هو مؤلف عبقري تقيل جدا عبقري حقيقي. وعلى مستوى الاخراج برضو كان في كذا شفته هو بيمثل قبل كده. انا شفته هو بيمثل حلو. تخيل يعني كان طالع في ظرف حصل كده في عرض من العروض، وحد من الممثلين اعتذر او حاجه زي كده. ما كانش في جامعه، كان عرض بره، كان معروض على مسرح الوسبير. رحت اتفرجت بالصدفه، ايه ده، هو محمود جمال الحديدي بيمثل. بيمثل حلو جدا يعني كويس اللي هو تمام قشطه يعني. شوقتني نفسي. لا حد فعلا عبقري. وعلى مستوى الاخراج كمان مايكل اخذ احسن مخرج. ففي الاول لما جه قال لي يلا يعني عندي فرصه حلوه، يلا بينا نعمل حاجه مع اعلام القاهره. وهو كان عنده تجربه سابقه مع اعلام القاهره بعرض اسمه الدخان، اعتقد 2018 2019 مظبوط. كان 2018 2019 ودخل القومي كمان، والممثله البطله اترشحت في القومي. يعني كان عرض مهم يعني كويس، حتى لو ما حلفوش الحظ قوي بمركز كبير قوي في مهرجان الكبير يعني. فلما جه قال انا بصراحه ما كنتش قوي متحمس لحته قصات الجامعه، لاني بسمع حاجات عنها بصراحه قد ايه هم يعني الدنيا مش مظبوطه، ومش بيزكس المسرح اصلا مش عندهم، ولسه انت بتتعلم من الف ب، فلو انت مش وداخلين اكتر ينبسطوا اكتر يعملوا فن، يقضوا وقت. انا نقضي وقت، نعمل نشاط. وبعدين في حته كده تانية دي خبايا بقى الكاستات الكليه، ان هم بيدوم اكسكيوز عشان ما يحضروش المحاضرات، فالغياب فاللي هو صباح الفل. دي كانت بالنسبه لنا مصلحه، لو مش هحضر المحاضرات يا جماعه وهيدونا اروح مسرح اتسلى واخد اكسكيوز واخد درجات الغياب والحضور. فدي نقطه كانت بصراحه، خصوصا انا كمان انا في الجامعه للاسف يعني كليتي عشان كنت متخصص بدرس تمثيل واخراج، فكنت ممنوع ادخل كاست الكليه بتاعي. لانه انت متخصص، انت اصلا كان عندنا في الترم مشاريع التمثيل كانت مثلا عندنا 7-8 مشاريع في الترم. ده مش تلحق اصلا، ما فيش وقت اصلا كده ليه، وممنوع. هو اصلا كنت ممنوع. هم يبقوا واخدين الهوايه، الناس اللي فاضيه مش عارفين خلاص، دول الناس كده درسها خلاص. بالظبط، بقيت اقسام اداب. فانا اتشجعت عشان مايكل مجدي نفسه، وقلت له طب انا هعمل لهم سيشن تمثيل زي كاني بتعرف عليهم كده، حاجه كده تيست، اشوف هم واصلين ايه. الحقيقه لقيت مواهب حلوه قوي حقيقي، مواهب حرفيا، بس مع شويه توجيهات وشويه صنفره وشويه تدريب ودراسه بقدر برضو يقدروا يبقوا موجودين على الساحه بمستوى كويس قوي كمان حقيقي. ده من سيشن واحده. لقيت شفت في مواهب يا جماعه وفي حاجات حلوه. طب امال الناس دي فين؟ ليه السنين اللي فاتت ما كانوش بياخدوا مراكز؟ ليه ما كانوش بيعملوا عروض يسمع عنها؟ فينهم من القومي؟ فينهم من ابداع؟ فاستغربت. فده شجعني اكتر كمان لما مايكل بعت لي الورق وبعت لي الفكره. كنا العرض اسمه 3 مقاعد في القطار الاخير، هو طبعا الاسم اتغير، كان اسمه 3 فساتين لسهره واحده، بس طبعا الكليه اعترضت على الفساتين. ازاي تحط فساتين؟ بغض النظر يعني. يعني هم بصوا برضو انا قادر اشوف قد ايه برضو الكليه متحفظه وعايزه تتجنب اي حد يقول لها عايزين نعمل الاخر. ده حقيقي، ده فعلا حصل. فالنص كان قوي جدا، بيتكلم عن حالات انتحار، بيدور عن قصص حقيقيه عن ناس فعلا انتحرت. في كلام كتير قوي من العرض، مايكل هو مؤلف العرض، بس في كلام كتير من العرض
متاخد اصلا من الطلبه بتوع اعلام. الكلام والعرض طلع من قلبهم قوي ومن تجاربهم الشخصيه، تعاملاتهم مع اهلهم، تعاملاتهم في العلاقات بشكل عام، اذا كانت الاسريه ولا الصداقه ولا حتى الريليشن شيبس اللي دخلوا فيها، ايا كان مستواها، اذا كانت حاجه هيلثي او حاجه. طبعا معظم اكيد الريليشن شيبس اللي بيدخلوها في فتره جامعه او في ثانوي بتبقى فعلا موضوع توكسيك ده لينا قصه معاه اوكي. توكسيك، علاقات سامه فعلا وصعبه. فكلام كان طالع من قلبهم قوي، فادوا من قلبهم قوي. الحقيقه برضو عشان بس ما بقاش بطول يعني، لما ابتديت اشتغل معاهم يعني اديتهم السيشن دي، بعدين هم ابتدوا بروفات، قلت له يلا مايكل يلا بينا مش عارف ايه، بعدين ابتديت ابقى موجود من بعد ما رسموا الحركه عشان نبتدي بقى نشتغل على الاداء شويه. هنا بقى ابتديت اشوف كميه، انا فعلا بستخدم مصطلح تلوث، لان هو تلوث موهبتهم تقيله وحلوه، ولكن المعلومات اللي واخدينها على التمثيل صعب. انا مش بقول ده حقيقي يعني، مش بقول ده من باب اللي هو النقاش اللي بيجي مثلا يعمل شيء يقول لك مين الحمار شغله خالص، عشان مثلا دارس تمثيل واخراج لا فعلا في ناس ممكن يكونوا هواه او مش يعني ما درسوش ويقدروا يعلموا، يقدروا يفيدوا، وهم اوريدي عدى عليهم برضو ناس الى حد ما كويسين. بس بتكلم على التجارب بتاعتهم المسرحيه اللي كانت توكسيك بقى فعلا. كان عندهم تجارب توكسيك مع المسرح ومع المخرجين، ان هم قد ايه فعلا كانوا عندهم معلومات خاطئه عن الاداء التمثيلي. فانا اول حاجه جيت لهم بشتغل معاهم بمنهج، ما انا خلاص عرفت العرض بيتكلم عن ايه ماشي ازاي، فبختار له منهج تمثيلي نشتغل عليه سوا. ده المفروض ده اللي يحصل، ايه انسب حاجه ليهم، خصوصا العرض كان تقيل قوي، حالات انتحار. فازاي تبقى شغال من غير ما انت نفسيتك كممثل تتاثر، ازاي تحس قوي وتصدق قوي عشان الجمهور يصدقك، من غير ما انت نفسيتك تتاذي. فالموضوع مش سهل يعني. كنت ممكن بكل بساطه استسهل جدا واشتغل معاهم منهج تشخيصي اللي هو منهج التمثيل البراني، اللي انا اكون بعبر بجسمي وبرياكشنات وشي، ادي الموضوع وخلاص، او ابقى شكل الاحساس، ازاي ابقى بعمل اداء تمثيلي بوشي بجسمي، ازاي ابقى بتاثر كشكل بس مش بصدق او بحس، او بعمل علاقه ما بيني وبين الشخصيه الدراميه، بدخل معاها في علاقه صداقه بعرفها اكتر لحد ما اتوحد انا وهي او اوصل لها بشكل او باخر. بصراحه انا ما حبيتش استسهل خالص، رغم اني بروفا في الثانيه في الثالثه لما كنت بشوف قد ايه الممثلين بيتاثروا جدا وبيتعبوا من قوه الكتابه ومن قوه القصص اللي اصلا كمان الانتحار في الاول وفي الاخر. والموضوع ما كانش سطحي خالص ولا براني، كمان الموضوع كان صعبه جدا لدرجه فعلا ان الكليه كان عندها تحفظات على القصص. فلما لقيتهم بيتاثروا انا خلاص ابتديت ادرك ان هم مش جاهزين نفسيا لده. بصراحه العرض كان اتقل كتير من ان هو يعملوه شباب في جامعه، في سن جامعه، اتقل كتير بصراحه. ورغم ذلك انا اصريت اشتغل معهم على منهج صادق تماما، يعني هو اقرب ما يكون لمنهج مايزنر في التمثيل، اللي هو فكره الذاكره التخيليه. لانه مثلا لو قلنا المنهج المشهور قوي اللي ممكن معظم الناس بيشتغلوا بيه مخرجين او اكتنج كوتشز، اللي هو ستانسلافسكي، اللي هو الواقعيه النفسيه او الذاكره الانفعاليه، ده كان هيبقى مؤذي تماما ليهم، انك اصلا تحط حاجات من حياتك الشخصيه وتستحضرها. هتتعب مع بروفات وكترها، لا موضوع مؤلم، مع المواضيع نفسها اللي هي اصلا احنا ماشيين بحبكه تصاعديه وبناء درامي لكل شخصيه دراميه، خصوصا الثلاث بنات الابطال، تصاعد لحد الانتحار. لو شغلت معهم ستانسلافسكي وهم اصلا كمان مش جاهزين، لا ما كانوش هيكملوا، انا متاكد حقيقي. فازاي كنت اربط ما بين الواقعيه التخيليه بتاعت مايزنر وفي نفس الوقت يكونوا مصدقين قوي ويروحوا قوي؟ طبعا الموضوع كانش سهل، كنت لازم اديهم بيزكس وكانش معانا وقت كمان، ولكن يعني الحمد لله برضو الخبره والشغل وهم موهبتهم ساعدت كتير. اولا انا عايز اقول انه سبب رئيسي لاي حاجه في العرض ده طبعا بعد اكيد توفيق ربنا هو مايكل مجدي. مايكل مش بس مخرج شاطر قوي، مؤلف شاطر قوي ويستحق انه ياخد اول اخراج او احسن اخراج واحسن تاليف في المهرجان، هو كمان ليدر شاطر قوي، هو بيعرف كويس قوي يليد الموضوع كله، يقود التجربه كلها المسرحيه. فهو كان شاطر جدا في ده، انه يأهلهم برضو لده، وانا بس مجرد كنت بساعد بخبرات او بحاجات درستها بس. فيمكن مايزنر يعني منهج مايزنر ساعدنا اكتر. طبعا ما لحقتش اديهم كل المنهج او اكلمهم، اديتهم بس ممكن اللي يفيدهم بشويه برضو تمارين من قلب البروفات من قلب شخصياتهم عشان ضيق الوقت. وقدرنا نوصل انه ازاي اخلي، ده كان برضو هدفي، ان ازاي اخلي كل ممثل وكل ممثله خصوصا الثلاثه الابطال
والثلاث امهات والثلاث ولاد اللي كانوا بيلعبوا حبايب الثلاث ابطال، ازاي اخليهم يبقوا بيروحوا للشخصيه الدراميه بمنتهى الصدق ويكونوا مصدقينها كويس قوي عشان لما يجوا قدام الجمهور يصدق، وازاي البروفا بتخلص على طول بيرجعوا تاني لشخصيتهم الحقيقيه وحياتهم الطبيعيه. الثلاثه الابطال خدوا مراكز صح؟ الثلاثه الابطال الحمد لله خدوا مراكز. سلمى نصر عن دور مريم ماشي خدت مركز اول احسن ممثله دور اول. أوكي. دي حاجه سابقه ما حصلتش في اعلام قبل كده. وفي مركز تاني ياسمين اشرف عن دور ياسمين، مركز تاني عن احسن ممثله دور اول برضو. اوكي. وطبعا يا جماعه ماجد سامويل كان اخد مركز محدش كسر الرقم بتاعي طبعا كاحسن ممثل دور اول. مركز تاني دي ما للاسف لو كان معايا ولاد يعني كان يمكن كنت بس يعني الحمد لله انه ما كانش معاك ولاد عشان ما حدش ياخد المركز بتاعه ويفضل اسمي موجود. صدقني يا ماجد انا لحد دلوقتي ويفضل الكريدت بتاعي موجود لغايه دلوقتي. انا لحد دلوقتي اتشرف يعني لو انا دربتك في التمثيل. يا لا ده يا ريت، يا لا ان شاء الله ممكن تحصل. انا عايز اسالك سؤال اخرجك بيه. هقول لك بس اسراء في برضو اسراء ثالث بطله خدت جايزه تميز في التمثيل، واسراء فعلا ممثله في منتهى الشطاره. يمكن شويه غلطات صغيره حصلت في العرض لولا كانت يمكن كمان الممثله دي اللي بتخسر مراكز انا عارف. ورغم يعني رغم ان هي عملت غلطه في العرض هي نفسها كانت منهاره وندمان عليها قوي في قلب العرض. وفي الكواليس كنت بشجعها وبقول لها اللي جاي اهم ونكمل. رغم ده برضو هي خدت جايزه شهاده تميز في التمثيل. برضو ما فيش غير ممثله او اتنين بس في الجامعه كلها بياخدوها. أيوة. دي فعلا كانت حاجه كبيره قوي، ويعني دي بركه من ربنا طبعا كبيره. ده معناه انك شاطر يعني انه المراكز دي كلها اتاخدت توفيق يعني. ربنا اكيد. وانا كنا بنتعب كلنا بنشتغل كنت مدي بقلبي قوي للشغل، وهم كمان بصراحه ساعدوني كتير. مهما كنت المدرب شاطر لو الخامه معاك مش كويسه خلاص الموضوع منتهي يعني. ده حرفيا. انا عايز اخرج بقى من المسرح.